لو بصيت على فانكشن لذيذة اللي هي y بتساوي 1 على x، وبصينا على الجزء البوزيتيف بتاعها، الفانكشن عمالة تقل، لأن فعلا لو حطيت هنا 1 فهو هيديني 1 لأن 1 على 1، وكل ما زودت المقام كل ما الفاليو بتاعت الكيرف ده عمالة تقل. طيب تعالى بص بقى ازاي الفانكشن دي بتريليت للن اللوج اي. لو انا جيت دلوقتي ومشيت بالبوينتس دي وحسبت الاريا اندر ذا كيرف وانا ماشي، هو حرفيا انتجريشن، هي اريا اندر ذا كيرف. فوانا ماشي بص انا هقف دلوقتي في حته عند 2.71%. ليه واقف عندها؟ لان هي اللين اي الفاليو بتاعتها كانت هنا اللي هي مطلعه 1. فانا لو رسمت الاتنين مع بعض هلاقي حاجه لذيذه قوي. هلاقي ان اللين اكس هي الاريا اندر ذا كيرف. فده معناه عشان اروح من 1 over x للن x، ده معناه ان انا هعمل انتجريشن، وعلشان اعمل العكس بعمل ديريفاتيف. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لو اخدت التانجنت بتاعي هنا هلاقي ان الفاليو بتاعته عاليه لان هو بوزيتيف عالي، السلوب بتاعه عالي. ولو فضلت اللي انت تمشي بالتانجنت ده لانك بتجيب ديريفاتيف، فانت كل شويه السلوب بتاعه عمال يقل 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 لحد ما اولموست بيكون فلات. وده فعلا اللي بيحصل هنا، الفاليوز عماله تقل. فدي حاجه لذيذه نرفرش بيها الشغل اللي اخدناه بتاع الانتجريشن والديريفاتيف، وفي نفس الوقت نشوف الريليشن شيب ما بين لين اكس و 1 over x.